مساء الفل. مساء الفل ومساء الجمال ومساء السعادة والرضا. ناس كتيرة كانت مستنية تعرف حوار العربية الكيا، وأنا هقول لكم الحوار بتاع العربية الكيا. بس عاوزين الناس تجمع كده. هو الجو برد ولا أنا اللي بردان؟ أهم حاجة يعني حد يقول لي الجو برد ولا أنا اللي بردان شوية. آه موضوع العربية الكيا يا جماعة ده محير شوية، بس أنا في حاجة نصيحة عاوز أنصحها لكم، وفي نفس الوقت هنركز في اللي هقوله ده شوية يعني، وبالأخص احنا هنعمل منشن لأي حد معاه عربية كيا سبورتج 22، يعني معانا من موديل 21 لحد 22. بس هنركز في اللي هقوله ده لأنه مهم جدا. آه العربية الكيا صاحبها بيعمل صيانات في التوكيل لحد 60,000 كيلو. بالمناسبة يعني مساء الجمال يا عصام باشا، مساء الفل يا حبيب قلبي. أخبار الدهب إيه؟ في حملة كيا عاملاها بتستدعي فيها، بس نركز في الكلام الله يكرمكم عشان نفهم بقى احنا هنقول ايه. في حملة كيا عاملاها علشان تستدعي العربيات اللي فيها مشكلة في فيوز معين، وهو فيوز الاي بي اس، الانتي لوك بريك سيستم. والفيوز ده بيأثر على علبة الفيوزات، بيضرب فبيأثر على علبة الفيوزات، مما يؤدي ان ممكن لا قدر الله يحصل زي ما انتوا شفتوا كده ماس كهرباء في العربية، او يحصل زي شظية كهرباء في العربية، او ايا كان اللي هيحصل في العربية، ممكن تقوم جاي ايه العربية مولعة. طيب، هي كيا بتنبه على كل العملاء بتاعتها وعاملين حملة ان اي عربية كيا سبورتج موديلات من 21 22 وتقريبا 20 من ضمن الحملة يتوجه لتوكيل كيا يشوف المشكلة دي ايه وتتحل ازاي، بدل ما لا قدر الله يحصل مشكلة زي ما الراجل اللي حصلت منه وولعت منه العربية في الشارع وقعد يجري، والليلة اللي انتوا شفتوها دي. هو الموضوع صعب جدا بصراحة. بس قولوا لي، بس هو الجو برد ولا انا اللي بردان، ولا شكل انا داخل على دور برد ولا ايه؟ ماشي، ده قصة ايه بتاعت كيا، علشان ناس كتيرة جدا حبت تعرف الموضوع بتاع العربيات الكيا وظروفها ايه. تمام، يعني ده يعتبر عيب صناعة، ويعني يرجع على الوكيل اكيد يا هدى هانم، اكيد عيب صناعة، واكيد الوكيل هو اللي هيشيل، لان هو حماية المستهلك لما بيحصل حاجة زي كده بتتوجه على الفور للجنة من كلية الهندسة لفحص العربية. فلما بيفحصوا العربية بيعرفوا ان ده بيكون عيب صناعة، فمما بيؤدي ان التوكيل بيشيل التكلفة كاملة بتاعة العربية. منشن لأي حد معاه عربية كيا سبورتج يتوجه للتوكيل علشان يشوفوا المشكلة بتاعة علبة الفيوزات، لأن ناس كتيرة جدا النهاردة كانت بتسأل هل العيب ده عيب صناعة، ولا هل عيب من العميل نفسه، ولا هل ده عيب ايه. طبعا انتوا زي ما شفتوا الفيديو هو الموضوع محزن بصراحة، بس هما الناس بتقول ان ده عيب في علبة الفيوزات. وحتى صاحب العربية كمان له بوست منزله، انا هنزله لكم، كاتب فيه ان في مشكلة في فيوز الاي بي اس، الانتي لوك بريك سيستم، وده اللي بيؤدي ان يحصل ماس في العربية بيؤدي لحريق العربية. كده فهمنا الموضوع بتاع الكيا والليلة بتاعت الكيا. برضو محدش جاوب عليا الجو برد ولا انا اللي بردان. لانه حتى لو مأمن عليها علشان الناس تفهم، بس التأمين ما بيغطيش عيب الصناعة، ملوش علاقة التأمين بالقصة اللي احنا بنتكلم فيها خالص. التأمين لو لا قدر الله هو خلاص مفيش حل مع شركة كيا، هو التأمين هو اللي هيشيل التكلفة كاملة، لان العربية دي تعتبر بالنسبة للتأمين توتال لوس، لا تصلح يعني لانها ولعت يعني. فدي حاجة لازم انتوا تفهموها. التوكيل لو محلش الكيس من الاول، هنرجع طبعا لقصة التأمين. بس هو التوكيل بيعرضوا العربية دلوقتي على لجنة من كلية الهندسة وبيشوفوا الموضوع ايه علشان يبتدي ياخدوا اجراءات، يعني البروسيس بتاعتهم تمشي في النطاق المظبوط يعني. الجو مش برد خالص، انت اللي بردان، يبقى انا داخل على دور برد. الله يطمنك يا عصام بيه، الله يطمنك يا محمد بيه، الله يطمنك. لا يا فندم، التأمين لا يغطي عيب الصناعة يا هدى هانم. تاني، احنا العربية دلوقتي لسه في الفحص، لسه ما قالوش ان ده عيب صناعة ولا لا.
هما الناس دلوقتي بتقول لو العربيه دي ما جاتش في الكامبين اللي هم كانوا عاملينه علشان الاستدعاءات، هتبقى تبع الشركه والشركه اللي هتتحملها. طب لو التوكيل قال العربيه دي والعميل هو اللي ما جاش، ساعتها الله اعلم ممكن ايه اللي يحصل. ففي الحاله دي التامين هو اللي هيشيل العربيه. افهمي بس الجزء التاني من اللي انا بقوله، انا معاكي والله مش ضدك، انا فاهمك، بس فهمي الجزئيه التانيه. انا برضو بردان وجعان كمان والله، ما تجوعنيش بقى، انا يا عم شكلي داخل على دور برد، انا عمال اقول انا بردان بردان، طلع الجو مش برد ولا حاجه. الله يسلمك يا ابو حميد يا جميل، الله يسلمك. نرجع بقى لحاجه تانية مهمه جدا، وهي ناس كتيره برضه هترجع تقول اشتري ولا ما تشتريش. السؤال ده متكرر جدا يا جماعه، والسؤال ده لازم انتوا تفهموا القصه ماشيه ازاي. انا مش عاوز اقفلكم ومش عاوز اخلي اللايف قفيل، احنا دايما بنتفائل الخير. بس اليومين دول صعبين جدا في موضوع شراء العربيات. خلينا نتكلم في جزئيه العربيات، انا مش هتكلم بره جزئيه العربيات. انا والله لسه مش عارف الدولار وصل لحد كام، ولسه مش عارفين هل هم هيعملوا ايه في يوم 16 اللي جاي ده، هيبقى يوم الترا سوبر دارك ولا هيبقى يوم وايت ولا ايه الدنيا، محدش فاهم. فخلينا الله يسلمك يا عصام يا حبيبي، الله يكرمك، انت ملك الدهب في مصر كلها، واكلينها ولا يا عصام، عمالين تغلوا 700 و800 والدولار ايه، والجنيه الدهب النهارده وصل ولع معاك يا عصام، ولع. انا بحسدك على اللايف اهو، اكتر ناس شغاله دلوقتي ايه ما شاء الله بتوع الدهب مولعينها. المهم خلينا وفي الدهب زفت يا حبيبي حبيبي، توقعات للتعويم بالسيارات. طيب خلينا نتكلم في قصه العربيات. طبعا الايام اللي جايه دي انتوا هتلاقوا ان اي حد معرض عربيه بيحاول بقدر الامكان ان هو يطلب فيها اكبر اوفر برايس موجود. لان مش هيبقى فيه عربيات، يعني لان هو النهارده انتوا لو خدتوا بالكم من اخر قرارات للبنك المركزي، 13 سلعه بيعيد اللي هو تجديد اللي هو قال عليه رفض دخولهم. من ضمن ال 13 سلعه دول الموبايلات والعربيات. في حاجات تانية بقى، يعني في حاجات تانية مستحضرات التجميل والحاجات التانية والكلام ده كله. فمعنى ان البنك المركزي بيجدد رفض دخول 13 سلعة، يبقى معنى كده ان العربيات هتغلى، معنى كده اللي عنده عربية هيغني فيها. فده اللي هيحصل، وده اللي انتوا هتلمسوه الايام اللي جاية. طيب السؤال ده متكرر، تشتري ولا ما تشتريش؟ انا بقول لك اشتري. طب هتقولي اوفر برايس غالي، انا بقول لك اشتري باوفر برايس. حتى لو اوفر برايس رقم كبير دلوقتي، بعد كده انت ممكن ما تلاقيش العربيه اللي انت بتتكلم فيها. طب هل الكلام ده هيقوله محمد فاروق بيقول للناس اشتري باوفر برايس؟ يقولوا زي ما يقولوا، انا يهمني اللي انت كمستهلك تبعت لي رساله تقول لي فاكر اليوم اللي كلمتني فيه وقلت لي روح اشتري عربيه، ربنا يكرمك العربيه النهارده بقت بمليون جنيه. وده حصل من شهر 3 اول السنه لما حصل عمليه التعويم، وكنت انا بره مصر واتكلمت في القصه دي وقلت لهم خدوا بالكم هيحصل كذا 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 كذا. الناس قعدت تشتم فيا، واللي حصل حصل، ودلوقتي اللي ركب عربيه بيدعي لي ويقول لي انت كان كلامك مظبوط. مش هي دي القضيه، خلينا بس نتكلم في الموضوع بطريقه علميه، وطريقه توصل لك، وطريقه انت تفهمها كمستهلك، وسيبك بقى بعيد عن الهري وبعيد عن الكلام اللي بيحصل ده. هيبقى كل حاجة قليلة في الحاجات اللي البنك المركزي رفض دخولها. يعني موبايلات هتغلى، والعربيات هتغلى، ومستلزمات اللي هم الناس اللي بيحطوا الايشادو والرجاجو، يعني كل الستات اللي هيبقوا موجودين على عبد اللايف دول دلوقتي هيصوتوا. ليه بقى؟ لان برضو الحاجات بتاعتهم هتغلى. تمام. طيب هل معنى كده اللي انت دلوقتي تنزل تشتري عربية؟ تنزل تشتري عربية طالما انت مضطر، يبقى تروح تشتري عربية. كلام جميل. ليه؟ لانها بعد كام شهر مش هتبقى موجودة. طب انت هتقولي النهاردة العربية يا عم محمد عليها اوفر 300 الف جنيه، وفي عربيات عليها اوفر وصل 400 الف جنيه، طب انا اعمل ايه؟ هقولك اشتريها. ليه تشتريها؟ لانها مش هتبقى موجودة. نقعد ندم في مالطة بقى في القصة دي. فياريت ايه نكون وصلنا للمعلومة عشان نقطع ايه خبر الموضوع ده. طيب الناس اللي مترددة بقى معاهم عربيات مستعملة موديل مثلا سنة فاتت، يعني 21 22 19 الكلام ده كله، حافظ على العربية اللي معاك واعمل لها صيانات واقتنيها كده وخليها معاك كده عزيزة،
مسميها عزيزه لان هي عزيزه في الايام الالترا سوبر دارك اللي احنا عايشين فيها دي، فهي هخليها عزيزه بالنسبه لك. حافظ عليها وصيانتها والكلام ده كله، لان ما اظنش ان انت لو بعتها هتعرف تجيب حاجه زيها. يعني هديكم مثال، انا كان عندي النهارده صديقه عزيزه عندي جدا 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 جدا، يعني تعتبر في مقام اختي يعني. فجايالي بعربيه 301، والعربيه بتاعتها موديل 20 تقريبا، كانت موديل 20 يا 21 بس هي تقريبا 20. فبتسأل على نفس العربيه بتاعتها بس موديل السنه، فهي طبعا مش موجوده، يعني بيجو 301 مش موجوده. ف 301 النهارده لما جينا عملنا سيرفي في السوق نلاقي، اسمعوا بقى السعر ده عشان انتوا هتاخدوا كده دلوقتي. فال 301 بقى تخيلوا بقى سعرها في السوق وصل كام؟ سعرها في السوق وصل 450 ألف جنيه. كام يا محمد؟ وصل 450 ألف جنيه ال 301. فطبعا السبيكر كان مفتوح وانا بعمل التليفون علشان اعرف العربيه دي موجوده عند مين ونعرف نجيبها ازاي وبتاع، بقول لكم اختي يعني. فاحنا قفلنا التليفون من هنا، قلت لها مفاتيح عربيتك معاكي؟ قالت لي اه. قلت لها فرصه نظيفه يا فندم، خدي مفتاح عربيتك واتفضلي، وما تفكريش لا في بيع ولا في شراء ولا الكلام ده كله. طبعا هي جالها حاله صعقه، يعني 301 ب 450 الف. 301 ب 450 الف، وما تستغربش كده، لان البي واي دي النهارده ب 300 الف جنيه وداخله في 400 الف جنيه. البي واي دي اللادا النهارده داخله في 250 الف جنيه. فلازم نقعد كده نستوعب الامور ونعرف الدنيا بعد كده ماشيه ازاي. الباشمهندس السهام منورانا على اللايف. حافظي على عربيتك يا فندم، ما تبيعهاش عشان برضو الدنيا ايه، رايحه سكه اللي يروح ما يرجعش. فاهمين الجزئيه دي؟ عاوز استلم منكم بس شويه اسئله كده عشان ايه نحضر للجزئيه اللي بعديها، علشان ايه انا داخل على دور برد وشكلها كده انا بردان وسعان، والدنيا هتبقى فيها ليمون والدنيا كبيره كده جدا يعني. والصاني برضو داخله في 420 الف جنيه، يعني محمود يونس اهو بيقول الصاني كمان داخله في 420. حبيبي يا حود انت وحشني، داخله في 420 الف. فطبعا يعني ارقام خزعبليه بصراحه يعني. نسمة هانم خليل، انت منورانا الاول. عامله كام النهارده؟ ما هو انا لو قلت لك عامله كام هتتخضي. اول فئه في الاكتف النهارده عامله 1,100,000 جنيه في ال 508 الاكتف. البرنامج يا يوسف اتأجل شويه، بس كده بيحصل شويه تغيرات كده وبتاع، فلسه مستني منهم تليفون بصراحه. ويا ريت يا يوسف عشان الواحد بقى يبطل يخبط شويه، عشان شكلنا هنتحبس في الاخر وهنجيب عيش وحلاوه وهنقضيها سجاير ميرت. انما ايه، بس بالله عليكم اللي يجي يزورني يجيب لي سجاير ميرت واصفر، بلاش ازرق. يعني انا ما اتمرمطتش بره ما اتمرمطش جوه، عشان نبقى واضحين. اكتر واحد بيفهم في السوق في سوق السيارات. حبيبي يا محمود والله ده شرف ليا. حبيبي يا محمد يا زعيم. انا عاوزكم بس تسالوا شويه اسئله عشان نرجع نتكلم في الجزئيه اللي بعديها، عشان ما نطولش في اللايف عشان الناس بتسيب اللايف وتمشي. ماشي ماشي، قولوا ماشي. 3008 موديل 23 هتدخل امتى يا عم؟